بسم الله الرحمن الرحيم. أنا القنصل العام في الرياض حسام عيسى. في مشهد حضاري بيحصل النهاردة في القنصلية، وهو تصويت المواطنين المصريين في منتهى التحضر، في منتهى الالتزام. القواعد كلها مرعية، الكل هناك حالة من السعادة، هناك حالة من التفاؤل، هناك حالة من التحمس لأهمية هذه الخطوة وأهمية كل صوت في تقرير مستقبل الوطن. أثبتت الجالية المصرية في المملكة بهذا السلوك المتحضر أنها على أكبر قدر مستوى من الوعي الثقافي، وأننا نعرف كيف نختلف كما نعرف كيف نتفق. هذه هي الديمقراطية التي يعرفها هذا الشعب جيدا. هذا السلوك المتحضر أنا أعتقد أنه نموذج لكل إخواننا داخل حدود الوطن، أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وأن الكل على قدم المساواة، وأن المصلحة واحدة. من قال نعم كمن قال لا، هو يريد مصلحة الوطن ولكن ينظر إلى تلك المصلحة من زاوية مختلفة. الكل هناك حالة من المحبة والود والتحضر والالتزام الكامل. أنا أراها منذ أن فتحنا أبواب الاستفتاء الساعة 8 صباحا. ستستمر أبواب الاستفتاء حتى 8 مساء اليوم، ويوم الخميس والجمعة وهو يوم الأجازة الأسبوعية، حتى يتاح لأكبر قدر ممكن من المصريين الحضور دون أن يعطلوا أعمالهم، وكذلك يوم السبت حتى الساعة 8 مساء، ثم يبدأ الفرز إن شاء الله. أنا متفائل جدا بنجاح هذه العملية ونجاح هذه الخطوة المتميزة في طريق مستقبل الوطن والتقدم إلى مرحلة أخرى إن شاء الله يحكمها ما يريده المصريون، سواء من مبادئ دستورية أو من أشخاص. فهذا هو جوهر الديمقراطية الذي يعرفه المصريون جميعا كما أثبتوا اليوم. شكرا لكم مرة أخرى. السلام عليكم.